خطير ما وصل من تقارير عسكرية تؤكد أن النظام الجزائري حدد أهداف داخل المغرب لضربها، من بينها أهداف بمدينة طنجة. في المحور الثاني قاد المغاربة حملة ضد الإعلام الجزائري، ونحن أيضا ندعو للمشاركة فيها. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وحلقة جديدة مع أحمد إكسو. كما كتعرفوا متابعينا الكرام، فهذه الحلقة في قناتكم الجديدة إكسو تي في بعد ما تم إيقاف النشر في القناة القديمة ديال أحمد إكسو. متابعينا الكرام، شكرا لكل اليوتيوبرز المغاربة المؤثرين اللي شاركوا آثروا أنهم يدعمونا. أيضا شكرا كثيرا لكل المواطنين المغاربة الأحرار اللي أيضا قادوا حملة باش يعاونوا القناة ديالكم باش ترجع للمستوى ديالها، بالبارتاج، بالتعليقات، باللايكات، بالتعليقات اللي هي محفزة. ونمشيو مباشرة للخبر، وهو من تقرير عسكري للخبير الاستراتيجي والعسكري مكاوي، اللي تحدث على أن الجزائر تستعد لهجوم خاطف على المغرب. هذا الهجوم من بين الأهداف التي تم تحديدها هي أهداف غادي نشوفها داخل المغرب. بعد التأكد من صحة مجموعة من النقاط في هذا التقرير، نعرض عليكم الأماكن والأهداف أو أبرز الأهداف التي تم تحديدها وكيف يكون الرد المغربي. وأكد التقرير على أن انتشار هذه الصواريخ المغربية على طول سواحل المملكة، وهي صواريخ دفاع جوي المغرب سوف ينشئها على طول سواحل المملكة في الشمال، تأتي في خضم هذه التطورات المتلاحقة التي تعرفها المنطقة، وتأتي أيضا لحماية أمننا القومي المغربي. كيف ذلك؟ خاصة أن الجيش الوطني الجزائري بدأ يروج لأهداف عسكرية التي يمكن ضربها في المغرب، وهي 16 سدا وميناء طنجة ومركز الطاقة في بلادنا. إذا فاحنا كنهضروا على 16 سد، فما يمكنش نحددوا 16 من بين الجميع، ولكن استطعنا من بعض المعطيات، بعض النقاط، تحديد أولا هذا الميناء ديال طنجة المتوسط والسلاح الذي سوف يستعمل لضربه لا قدر الله، وأيضا مركز الطاقة فين كاين. فخلونا نمشيو أولا لهذه الخريطة واللي كتبين الموقع ديال طنجة المتوسط، الكل يعرفه، لكن بغينا غير نبينوا المكان ديالو باش نشرحوا أكثر بعد قليل. إذا كيف ما كنشوفوا، فهما اختاروا المناطق الشمالية، وهي نفس المناطق الحدودية اللي تأكد بأنه تم نشر مجموعة من الدفاعات الجوية ولا البطاريات ديال اس 300 الروسية. لكن الأكيد، ومن خلال ما سوف نشرحه بعد قليل، لن تستعمل الاس 300 فقط، بل وأيضا الاس 350. لماذا؟ هذا اللي غنشوفوه في هذه يعني الصورة الثانية. إذا شفنا هذا الموقع ديال طنجة المتوسط أو ميناء طنجة المتوسط، وشفنا المسافة مع الحدود الشرقية للمملكة، غادي نلقاو هي تقريبا 334 كيلومتر. يمكن نقولوا أزين من 334 كيلومتر. فهنا أيضا ما كنتهضروش على الاس 300، لأن الاس 300 المدى ديالها حسب القدرات والمتعارف عليه هو 300 كيلومتر، فاحنا كنهضروا على ما بين 300 و 350 كيلومتر. اذا هنا نتحدث على الاس 350. ايضا نمشيو للمحطه الثانيه، المحطه ديال الطاقه، واللي كيف ما قلنا من مجموعه من النقاط والمعطيات تبين لنا بانها منطقه تهدارت. ونشوفوا المكان ديالها حتى هي محطه تهدارت. كيف ما كتشوفوا فهي ما بين أصيلة ومدينه طنجة، وما يؤكد أنها من بين هذه الأهداف هي أيضا المسافة. نشوفوا أيضا عبرنا المسافة ما بين الحدود الشرقية ومحطة تهدارت، غنشوفوا نلقاوها بأنها 347 كيلومتر، أي أقل من 350 كيلومتر، أي اس 350، وعملها أيضا في هذا الاتجاه. الأكيد أن التوجه ديال الجزائر إلى هذه المناطق هي من أجل هجوم خاطف، ضربات جوية بصواريخ جوية،
ثم بعد ذلك يتم التدخل وضبط النفس ويدخلوا الحلفاء و يمكن يكون هذا التفكير ديالهم، لكن واش المغرب غيسكت؟ فالمغرب تقارير أخرى تتحدث على أنه يستعد بقوة خصوصا في السواحل الشمالية. قلنا بأنه تم في منطقة بن سليمان إنشاء في القاعدة ديال بن سليمان إنشاء مكان لدفاعات جوية صينية. اليوم تقارير إسبانيا تتحدث عن إمكانية نشر صواريخ إسرائيلية دفاعات جوية في هذه المناطق من المملكة المغربية. ليس هذا فقط، ليس نشر المضادات والدفاعات الجوية، بل حتى المناورات العسكرية البحرية. نشوفوا واحدة من هذه المناورات، مناورات بحرية مغربية أمريكية تهدف إلى مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية. كيف ما شفنا فمجموعة من المناورات العسكرية البحرية اللي كتقوم بها البحرية الملكية المغربية استعدادا للدفاع عن الوطن، خصوصا الهجومات اللي ممكن تجي من البحر أو حتى من الجو أو البر من الناحية الشرقية الشمالية للمملكة. أيضا هناك في هذه الأيام كاينة واحد المناورات ما بين البحرية المغربية والبحرية الهندية. أيضا الحديث عن شراء طائرات مسيرة من نوع أقنجي التركية والتي تعمل برا وبحرا، أي ممكن إطلاقها من حاملة طائرات أو من زورق بحري، وبالتالي كتقوم بعمل ديالها وقصف من البحر. إذا كل هذا يعني بأن المغرب مستعد لأي تحرك، سواء كان تحرك من الجانب البحري أو المنطقة الشمالية أو في المنطقة الجنوبية أو في المكان، فأعين أبطال المملكة لا تنام. مثل هذه التقارير يجب أخذها بعين الاعتبار، يعني تعودنا الغدر من النظام الجزائري، تعودنا منه الغدر حتى في الوقت اللي فيه المأساة ديال المغاربة، ما كيعرفوا لا فرح ولا قرح. في الفرح العيد الكبير وجراو على عدد كبير من الأسر وشردوهم، شردوا عائلات. في القرح شفنا الزلزال ديال الحوز وكيفاش استغلوه من أجل تكثيف الهجمات على المنطقة الجنوبية من الجدار المغربي. إذن فلا يجب الثقة في العسكر أبدا مهما كان. متابعينا الكرام، نمشيو للحملة التي يقودها مغاربة ضد الإعلام الجزائري. قبل مدة تحدثنا بأن المخابرات الجزائرية تكثف الجهود وتستنفر وتعلنها حرب من الجيل الرابع على لسان شنقريحة، وهذه الحرب موجهة إلى الإعلام المغربي وإلى اليوتيوبرز والمؤثرين المغاربة بما فيهم تيك توكر تويتر الناس تويتر والفيسبوكر وغيرهم. فمن بين هذه الهجومات هي السينيال والتبليغ، وهذا اللي تعرضوا له كيف ما قلنا مجموعة من القنوات المغربية والحسابات المغربية، سواء في تيك توك أو في تويتر أو في المكان، واللي كانت قناتنا من بين الضحايا ديال هذه الهجومات. أيضا عاملين حملة للجزائريين باش ينسحبوا من الحسابات المغربية وفي نفس الوقت يعملوا السنة. اليوم جاء الدور على المغاربة يتكاتفوا ويردوا صاعين للحسابات الجزائرية. نشوفوا ما نشر بهذا الخصوص. السي مهدي بلدي أحد المناضلين المغاربة على منصة تويتر في منشور له كيقول عبر هاشتاغ حظر الحسابات الجزائرية واجب وطني لنعمم الفكرة ونسخ الهاشتاغ بين المغاربة. أغلب الصفحات الجزائرية تعول على الردود المغربية باستفزازاتها في منشوراتها لدخلها الشهري. لا تساهم في إغناء العدو، لا تدعمهم ولو بتعليق. وهنايا الصورة وفيها المكان إلغاء الحظر، بمعنى أن هذا الحساب وهو الخارجية المأذون الخارجية الجزائرية محظور من طرف المهدي أو مهدي بلدي. وتحية لهذا المناضل المغربي. إذن متابعينا الكرام، فالحملة كتقول بأنه أي حساب كنت فيه ديال شي حساب جزائري
سواء كان قناة، سواء كان حساب فيسبوك أو في تويتر، سواء كان مؤسسة أو لا أشخاص أو لا أفراد. فدير حظر لهاد الحسابات ولا تعلق لديهم، وإمكانك دير السينيال بطبيعة الحال. هكا غادي نكونوا ردينا لهم ونقصنا لهم من المداخيل الشهريه اللي كيدخلوها على ظهر المغاربه اللي ما عارفينش في بعض الاحيان، واللي تيتم استفزازهم، كيكونوا عارفين كيتم استفزازهم، واللي في بعض الاحيان الغيره والوطنيه كتخليهم انهم يمشيو يعلقوا عندهم. بهذا نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. مغربي وافتخر، ودقه دقه حتى استرجاع الحدود الحقه. ما تنسوش دعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه، وبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم، حيت كاين اللي مازال ما عرفش باننا درنا هذه القناه الجديدة بعد ما تم إيقاف النشر في القناة القديمة. دمتم في رعاية الله، دمتم سالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.